بعد 3 شهور من التقارير اللي كل شويه يقترحوا انمي وكل ما ادخل ادور عليه الاقيه لسه ما نزلش، الانمي فعلا الناس منتظراه في 2025 هو انمي ليزاروس. الانمي نزل، الانمي بيتكلم عن طبيب اخترع دواء بيعالج كل الامراض، وفعلا بسبب رخص الدواء ده بسبب تواجده الدواء اتوزع على العالم كله، الناس كلها بقت بتاخده لانه بيشفي كل الامراض. وبعد ما الناس كلها بتاخده ب3 سنين اختفى الدكتور ده، ولما بيرجع تاني بيرجع لهم في فيديو يقول لهم ان كل اللي خد الدواء ده هيموت خلال الفتره الزمنيه دي، وفاضل شهر مع موت اول دفعه من الناس دي. لو ما حدش لقاني في خلال الشهر ده الناس دي كلها هتموت. بيتكون مجموعه من 5 اشخاص اسمهم ليزاروس علشان يلاقوا الدكتور ده، مجموعه من اذكى الاشخاص واقواهم. الانمي من اخراج نفس المخرج اللي عمل كاوبوي بوب، واحد من اقوى الانميات في التاريخ. والانمي تقريبا تقدر تقول كده استعراض لطرق الرسم وطرق الانتاج. الانمي من انتاج مفيش بعد كده، الرسم والتحريك وكل القوة اللي فيه مش طبيعية، لدرجة ان في مشهد كامل مطاردة تحس ان هما كده بيوروك قد ايه اللي احنا بنقدر نعمل رسم وتحريك ومطاردات خرافية. الانمي فعلا قوي، لو انت بتحب الرسم، لو انت بتحب القصص الغريبة فهو ده المناسب لينا. الانمي فعلا منتظر، قصة والحلقة الاولى فعلا مبهرة تخلي الواحد فعلا متشجع انه يشوفه. الانمي نزل لازاروس، اتمنى تشوفه وتقول له رايك في الكومنتات، وايه اكتر انمي انت مستنيه خلال السنة دي.